انضم إلينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنا نقدم لك العالم بين راحة يديك، وذلك بتخصصنا في مجال السياحة والسفر. تواصل معنا عبر الانستغرام وسناب شات لمتابعة المزيد. لا تنسى الاشتراك بقناة ترافلينج سعودي للسياحة مع عبد العزيز. تخيل نفسك تستيقظ في الصباح الباكر، تشرب فنجان قهوة طازجة على شرفة تطل على شوارع برشلونة الحيوية، تتجول في الأسواق المحلية في مدريد، تشتري فواكه الطازجة والأطعمة الإسبانية التقليدية، تستمتع بغروب الشمس على شاطئ سان سيباستيان. نعم، هذه هي إسبانيا، بلد الألوان الزاهية والأصوات الحيوية، حيث الثقافة والتاريخ يلتقيان بالجمال الطبيعي، من القلاع القديمة إلى الشواطئ الساحرة، من الأطباق الشهية إلى الفنون المدهشة. في إسبانيا كل يوم مغامرة جديدة، كل مدينة هي كنز ينتظر الاستكشاف، كل لحظة هي ذكرى تستحق الاحتفاظ بها. إسبانيا ليست مجرد وجهة سفر، إنها تجربة تغيير للحياة. هل أنت مستعد لبدء رحلتك معنا؟ اكتشف إسبانيا اليوم وعش تجربة لا تنسى. نبدأ بمدينة سيباستيان، المدينة الساحلية الجميلة التي تقع شمال إسبانيا وتعتبر وجهة رائعة للمسافرين. توفر شواطئها ذات الرمال البيضاء ومناظرها الخلابة وأجواؤها المريحة ملاذا مثاليا من صخب الحياة اليومية، حيث يوجد فيها شاطئ لا كونتشا الذي يعتبر أجمل شاطئ في المدينة وأحد أفضل الشواطئ في العالم. ننتقل بعدها إلى قصر الحمراء الذي يقع في مدينة غرناطة، وهو أحد المعالم السياحية التي لا زالت تتواجد حتى اليوم على أرض الأندلس. هو تحفة معمارية إسلامية أنيقة تزين مدينة غرناطة. يتميز قصر الحمراء بتصميمه المعماري الفريد الذي تبرز به العمارة الإسلامية بوضوح الزخارف البارزة التي تزين أبنيته، وأعمدته المتواجدة بكل مكان بالقصر وبالساحة. بالإضافة إلى ذلك فجدران القصر تمتلئ بالآيات القرآنية المحفورة حتى يومنا هذا. لننتقل بعدها إلى مدينة الفنون والعلوم الذي يقع فيها فالنسيا، وهو مجمع معماري يتألف من 5 هياكل مختلفة مقسمة في 3 مجالات: الفن والعلم والطبيعة. تم تصميمه بواسطة المهندس المعماري الفالنسي الشهير سانتياغو كالاترافا. يضم المجمع العديد من المباني بما فيها سينما إيماكس ومتحف العلوم، وهو مثال للهندسة المستقبلية التي تم إنشاؤها من قبل المهندس المعماري الفالنسي الشهير سانتياغو كالاترافا. لنذهب بعدها إلى حديقة ماريا لويزا، وهي واحدة من أجمل الحدائق في إشبيليا وتعتبر من أبرز المعالم السياحية في المدينة. تتميز الحديقة بمساحتها الخضراء الواسعة والأشجار المرموقة، بالإضافة إلى النوافير الجميلة والبرك المائية. يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي أو ركوب الدراجات في الحديقة، أو حتى الاسترخاء بجانب الجدول المائي. كما توفر الحديقة أيضا منطقة للعب الأطفال. وهنا ننتهي من حديقة ماريا ونبقى في إشبيليا لزيارة الجامع الكبير في إشبيليا الذي يعرف الآن كاتدرائية إشبيليا، وهو واحد من أبرز المعالم السياحية في المدينة. تم بناء الجامع في القرن الثامن الميلادي من قبل الأمويين. بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس تم تحويل الجامع إلى كاتدرائية. بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس تم تحويل الجامع إلى كاتدرائية. أحد أبرز معالم الجامع هو برج الجيرالدا الذي كان في الأصل مأذنة للجامع. يعتبر برج الأرجيلاردا رمزا لإشبيليا، ويمكن رؤية المنظر البانورامي للمدينة من أعلى البرج. الجامع يتميز ببنائه المهيب وحصنه المميز بالأعمدة والأقواس الرخامية. العمارة الإسلامية تتجلى بوضوح في هذا الجامع، خاصة العمارة الإسلامية ذات الطابع الأندلسي. تعتبر السياحة في إشبيليا تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي، ويعتبر الجامع الكبير في إشبيليا جزءا مهما من هذه التجربة. وأخيرا قبل مغادرة إشبيليا لابد من زيارة بلازا دي إسبانا أو ساحة إسبانيا، وهي واحدة من أبرز المعالم السياحية في إشبيليا. تم تصميمها بواسطة المهندس المعماري الإشبيلي الشهير أنيبال غونزاليس. النتيجة كانت ساحة قصر فريدة من نوعها. تتميز الساحة بمساحتها الكبيرة التي تبلغ 50,000 متر مربع، مما يجعلها بلا شك الساحة الأكثر ضخامة في إسبانيا.
تمتد على طول محيط الساحة قناة تبلغ طولها 515 مترا، والتي يمكنك السفر إليها على متن القارب. تم تصميم الساحة لتمثل كل مقاطعات إسبانيا، حيث تحتوي على 48 مقصورة ملونة مع مقاعد، كل منها يمثل مقاطعة مختلفة من إسبانيا. كل جناح صغير يتضمن صورة رائعة تعبر عن تاريخ تلك المنطقة، بالإضافة إلى خريطة تظهر موقعها داخل إسبانيا. ولنذهب بعدها إلى بالما، والتي يميزها وجود كاتدرائية بالما، وهي كاتدرائية رومانية كاثوليكية وتعتبر من المعالم السياحية الهامة في المدينة. لننتقل بعدها إلى عاصمة إسبانيا مدريد، حيث يوجد هناك قصر مدريد الملكي، وهو واحد من أهم المعالم السياحية في مدينة مدريد. ويعتبر هذا القصر التاريخي العريق أحد أهم الأماكن السياحية في إسبانيا والعالم. يمتد قصر مدريد الملكي على مساحة 13 هكتار، ويقع شارع بانلين شرق نهر مانزاريس. القصر يتميز ببنائه المهيب وصحنه المميز بالأعمدة والأقواس الرخامية. العمارة الإسلامية تتجلى بوضوح في هذا الجامع، خاصة العمارة الإسلامية ذات الطابع الأندلسي. تعتبر السياحة في مدينة مدريد تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي، ويعتبر الجامع الكبير في مدريد جزءا مهما من هذه التجربة. وقبل أن ننهي رحلتنا لابد من زيارة قلعة الوسط في طليلطة، وهي واحدة من المعالم السياحية الرئيسية في المدينة. تقع هذه القلعة الجميلة في موقعها الاستراتيجي الذي يطل على المدينة، مما يوفر مناظر بانورامية رائعة. وننهي رحلتنا في برشلونة في ساغرادا فاميليا، وهي كاتدرائية رومانية كاثوليكية تقع في برشلونة. تعتبر من أبرز المعالم السياحية في المدينة، وتعد تحفة معمارية فريدة من نوعها. تعتبر ساغرادا فاميليا واحدة من أكثر الأماكن جاذبية للسياح في برشلونة. يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول داخل الكنيسة لمشاهدة معمارها الخاص والفريد من نوعه، والاطلاع على تصاميمها الفريدة وتحفتها النادرة مثل الأبراج والواجهات. لا شك بأن إسبانيا هي مدينة سياحية بامتياز، لما تملكه من التنوع في الأماكن وما تملكه من معالم سياحية جمعت الحداثة والماضي معا. والسياحة في إسبانيا مزدهرة جدا، وهي آخذة في التطور لما تتمتع به من مقومات عديدة جعلت من السفر إلى إسبانيا خيارا بارزا لدى السياح حول العالم. كما تجدر الإشارة إلى أن السياحة في إسبانيا تعتبر الداعم الأكبر للاقتصاد الإسباني، واحتلت إسبانيا سياحة المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد السياح سنة 2010، حيث بلغ عدد السياح في هذه السنة 53 مليون. وتشتهر السياحة في إسبانيا بتنوع معالمها، فتجد فيها الكثير من الآثار التاريخية والمتاحف والقصور التي يعود تاريخها إلى العهود الإسلامية القديمة. كما أن مدن إسبانيا تتميز بروعة طبيعتها وجمال معمارها. ولعل أشهر المناطق السياحية في إسبانيا وأكثرها شهرة وهي منطقة كاتالونيا، فيما تعتبر كل من مدريد وبرشلونة ومالاغا وإشبيليا وغرناطة أجمل مدن في إسبانيا. تعتبر السياحة في إسبانيا المساهم الرئيسي لاقتصاد البلد بنسبة 6.4% من الناتج المحلي، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي في مدريد. فقد ذكر أنه في عام 2007 أخذت إسبانيا المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان زيارة في العالم بعد فرنسا، لأنه في هذه السنة زارها 60 مليون سائح. ومع ذلك فقد انخفض عدد السياح لإسبانيا في عام 2010 لتصبح في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول سياحة في العالم. ازدهرت السياحة في إسبانيا بشكل ملحوظ حتى أصبحت تتربع على عرش أفضل الدول الأوروبية سياحة وأكثرها زيارة. فقد بلغ عدد السائحين في إسبانيا عام 2023 ما يقارب إلى 85 مليون سائح من مختلف الجنسيات، ويعد ذلك دليلا على جمال المناطق والمزارات السياحية في إسبانيا التي تستحق الزيارة، حيث تتمتع دولة إسبانيا بتنوع سياحي، وذلك لأنها تشمل المناطق التاريخية والأثرية التي تعود إلى العصور الإسلامية، كما تشمل أيضا مناطق ثقافية عديدة مثل المتاحف الرئيسية في مدن إسبانيا، ومناطق ترفيهية لا يمكن تفويت زيارتها مثل الملاهي والأكواريوم والحدائق العامة ذات المساحات الخضراء
التي تتناغم مع الطبيعة الساحرة. وتعتبر إسبانيا من الدول الواقعة في جنوب غرب القارة الأوروبية، وتمتلك حدودا مع المغرب والبرتغال وفرنسا. كما تتخذ إسبانيا من مدينة مدريد عاصمة لها باعتبارها المدينة الأكبر في البلاد، والتي تضم أحد أهم المعالم السياحية فيها. بالإضافة إلى ذلك تعتمد إسبانيا على قطاع السياحة بنسبة كبيرة في اقتصادها، حيث يساهم القطاع السياحي بنسبة أكثر من 6% من الناتج المحلي. وبالتالي تهتم الدولة كثيرا بالأماكن السياحية في مدن إسبانيا المختلفة. وبالنسبة إلى عملة إسبانيا المحلية فهي اليورو، العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر إسبانيا أحد أبرز أعضائه. أيضا تعتبر إسبانيا واحدة من دول شنغن الأعضاء، وبالتالي من يفكر زيارة إسبانيا لابد أن يستخرج فيزا شنغن إسبانيا من سفارة إسبانيا في بلده أو البلد المجاورة له. يمكنك التمتع في المناخ المعتدل والرائع والأجواء الترفيهية والمدن التي لا تخلو من الأماكن السياحية الجميلة والمناظر الطبيعية الساحرة، التي تجعل إسبانيا على رأس قائمة دول أوروبا للسياحة. وتعد أسعار السياحة في إسبانيا متوسطة إلى حد كبير، إذ أنها أرخص من الدول الأوروبية الأخرى، وليست بمنخفضة جدا من الدول المجاورة من القارة الإفريقية. وبالتالي يستطيع الفرد الاستمتاع بجمال السياحة في إسبانيا وزيارة أجمل الوجهات السياحية بتكاليف معقولة. وتعد هي المكان الأجمل على الإطلاق، والذي يلقى إقبالا كبيرا من السائحين، الذي قد يصل إلى 11 مليون زائرا سنويا. لنصل بعد ذلك إلى أشهر الأماكن السياحية في إسبانيا، وهو جزر الكناري الواقعة في قلب المحيط الأطلسي بالقرب من السواحل الإفريقية. هذه الجزر ساحرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتأكيدا على ذلك قامت منظمة اليونسكو بوضع عددا من مواقع هذه الجزر ضمن قائمة التراث العالمي لديها. ومن أشهر جزر الكناري في إسبانيا وهي جزيرة تيرنيفي، يليها جزيرة غران كاناريا، حيث تتمتع هاتان الجزيرتان بجمال ساحر لا يمكن مقاومته ومناظر طبيعية متمثلة في المساحات الخضراء، بالإضافة إلى النخيل والنباتات المحيطة بالتلال الخضراء من كل جانب. لذا ننصحك بزيارة جزر الكناري إذا عزمت السياحة في إسبانيا، فهي أجمل الوجهات السياحية على الإطلاق، وبها المناخ المعتدل الرائع والأجواء الترفيهية والمدن التي لا تخلو من الأماكن السياحية الجميلة والمناظر الطبيعية الساحرة، التي تجعل إسبانيا على رأس قائمة دول أوروبا للسياحة. في إسبانيا كل يوم مغامرة جديدة، كل مدينة هي كنز ينتظر الاستكشاف. لا تنسى الاشتراك بقناة Traveling Saudi للسياحة مع عبد العزيز.